بطاط ما تفوزي. ها، وهذه خليها معلومة في راسك. إذا فزتي وليد، راح تفوزي بالبرنامج. ها، إذا فزت شنو أسوي؟ راح أحذف البرنامج. لو فزتي الآن بواح ما راح تفوزي. بواح. على يد البطاط ما تفوزي. أول جولة أنت تعرفيني، أنا أجيبها الخصم، بس الجولة الثانية كيف؟ هنا السؤال. على يد البطاط ما تفوزي. على يد البطاط ما تفوزي. أنا اللي خطفوني قلت لهم ممكن يفوزوني. قلت لهم شلوني بس. اسمعني، والله أنت وين مخطوف؟ أي مدينة، أي بلد، أي؟ أنا بوريش بعدين بعد ما أحكمش. لا بس قول لي عشان أنقذك. على فكرة أنا حاليا في مصر، إن شاء الله بعد 4 أيام بكون في المغرب. كذاب، تدوبي مبصبص. بإذن الله، وأنت تشوفي. شباب معنا قفاز الجولة هذه اللي تجي، من أخذ قفازات؟ من معه قفاز؟ أقول الحكم الأول يا حسام. طيب البطاط ما تفوزي، أنا جبت لك الجولة الأولى بمزاجي. إذا فزتي لا، أنا أقول لك لا، أنفذ لك 8 أحكام. شباب الخبراء موجودين، نضغط رقم واحد. والله واسمعني شنو يكتبون والله نفس الكلام قاله البواء قبل شوي. شوفي أنا ما لو سمحت، لا أنت تصدقين ولا تصدقين؟ أصدقك طبعا، أصدقك. معليش من الناس. طيب أنت ما كنت تلعب مع واحدة اسمها بواءة؟ أنا لعبت كل ذكاء اصطناعي، أتصدقي. طيب شوفي أنا بسوي حاجة بيني وبينك، عرفتي؟ يعني كل يوم أسوي حركة. اسمعي، كل يوم أسوي حركة وأصور لك في السناب وأوريش عشان تعرفي إنه أنا موجود ولا لا. يعني هو أنا يعني مثلا مرة أسوي أخزق عين، يعني تكون علامة بيني وبينك. خلاص لا خلاص، هو مسكين ما يكذب. يلا الجولة الثانية. الله يحفظك. ايوه خلاص. عليك والبطاط ما تفوزي. اسمعي مني شباب، نتعاون، شير وتكبيس. معنا قفازات حلو. يلا يخلق من الشبه 40، ليش ما بالله؟ اي صح. يمكن في احد بينتحل شخصيتي. انتحل شخصيتك وقف امام مرايتك. حسام، طيب الأغنية اللي هديتني ما قد هديتها لحد؟ لما هديتها لعش أنا في قلبك يوزر فوق راسي. والله أنا لما توعدني حبتها. عادي على الصدام على الولويلو.